احنا يشرفنا ويسعدنا اننا نخطب بنتك فوزية لولد فوزي. اكيد احنا طبعا مش هنلاقي احسن من فوزي ولدك نجوز البنت فوزية يعني. هو مضحك جو ليه كده؟ اصل مبسوط، وهو لما يكون مبسوط اما يضحك قوي. ربنا يجعله مبسوط على طول. ايه ده فوزي، ايه ده مش كده، خلي اليوم يعدي على خير. ايه ده، هو مش اما يتكلم خالص يا هو اخرس ولا ايه؟ لا هو ما يتكلم بس هو مكسوف شويه، ما انت عارف كسوف الشباب يا ابو فوزيه. طيب نتكلم في الطلبات واحنا تحت امرك في اي حاجه تطلبها. بص يا سيدي، احنا عايزين ب100,000 دهب، وعايزين بيت لوحده، وعايزين عربيه ملاكي، وفرش البيت عليكم، وبالنسبه للاجهزه الكهربائيه الثلاجه البوتاجاز الغساله برضو عليكم. ايه يا عم حيلك حيلك، هو انت هتجوز بنتك لعلي بابا؟ يا عم انا لازم مستقبل بنتي، وبعدين انت مش شايف ولدك؟ مش عارف كده، انا حاسه انه عبيط. انت شايف من ساعة ما دخل ما تكلمش كلمة، كل اللي بيعمله النهار كله ضحك من ساعة ما دخل. وهزت كتافه ودي شغال بيه. يا عم عبيط ايه ده، مبسوط. مبسوط ايه يا عم؟ يعني هو انا حزين ولا انت حزين؟ وبعدين ده اخر كلام عندي، ان كان عاجبكم على كده اهلا وسهلا، مش عاجبكم مع الف سلامه. شفت والله عبيط عبيط. وبعدين ده انتوا الكسبانين. حد قال لك عليا ان انا لاقيه ولا بنتك هنا الزاهد ولا ليلى علوي؟ ابويا انا عايز اتجوز هنا الزاهد. هنا الزاهد اسم الله عليه تامر حسني. يلا يا عم الحاج خد الفوزي بتاعك ده واتكل على الله، يلا ما عندناش بنات الجواب. يلا في 60 داهيه، ده نص بنات البلد عم يجري وراه. ايوه ما ده النص البايظ في البلد. امشي انت وابوك يلا، ده انا كرهت الضحك بسببك. قوم يا ده فوزي، ده راجل فجري ومالوش في الطيب نصيب، وانا اجوزك ست ماتت من زمان. امشي يا راجل يا ابو فوزي. قال مالوش في الطيب نصيب، يقطع الطيب اللي زي كده.